السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض فطاير قطنية حلوة جدا جدا، بس قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجة انا هجيب الطبق اللي هعجن فيه، وهبتدي ان انا احط فيه كوباية كبيرة من الحليب الدافي، وبعد كده هبتدي ان انا احط عليهم 3 معالق كبيرة من السكر. وعايزة اقولك ان انا هنا بستخدم الحليب المبستر، فلو حضرتك بتستخدمي لبن فلاحي ممكن تحطي نص كوباية لبن ونصها مية، بس احنا لسه هنحتاج سوائل تاني. بعد كده هبتدي بقى ان انا احط معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وبعد ما باحط الخميرة الفورية بابتدي إن أنا أحط معلقة كبيرة كده من الخل علشان خاطر تدّي طراوة للعجينة وتخلّيها هشة وقطنية معاكِ. وهنحط باكت من الفانيليا وعليهم تِلت كوباية من الزيت، تِلت كوباية من المَج اللي هو بتاع الشاي، وهنبتدي إن إحنا نقلّب المكونات دي كلّها مع بعضها، وعايزاكِ هنا تتأكدي إن السكر والخميرة دابوا مع بقية المكونات. بعد كده هنجيب رشة صغيرة خالص من الملح، رشة كده لا تُذكر ما بين صوابعِك كده، وهتبتدي إن أنتِ تحطيها على نُص كيلو من الدقيق، والدقيق بتاعِك يُستحسن إن أنتِ تنخليه علشان خاطر يدّيكِ برضه نتيجة كويسة في المعجنات بتاعتِك. بعد كده هنبتدي بقى إن إحنا نقلّب المكونات مع بعضها كده ونعجن. ابتديت أعجن طبعًا باحضّر جنبي زيادة، يعني زيادة من الحليب أو المَيّة زي ما تحبي برضه، بس الوصفة الأساسية إنِّك تستخدمي حليب، تمام؟ بعد كده حطيت ربع كوباية بس وبقت ملزقة زي ما حضرتِك شايفة كده، فبتبتدي إن أنتِ تعجني، كل ما بتعجني كل ما العجينة بتلِم معاكِ والتلزيقة دي بتروح خالص، بس هنا أنا عايزة عجينة طرية على قد ما أقدر. فابتديت إن أنا أحط بقى كده نُص معلقة بنُص معلقة من الحليب، وكل ما باحط نُص معلقة أبتدي أعجن، أعجن لحد ما العجينة معايا بتبقى طرية خالص، خالص وكوّنت عرق، ويعني عجينة من الآخر بتدّيكِ نتيجة حلوة جدًا وتحفة جدًا، جدًا. شايفين العجينة عاملة إزاي؟ أول ما بتلاقيها بتلزق معاكِ كده في الرخامة وفي إيديكِ وكوّنت عرق، خلاص أنتِ كده بتبتدي بقى إن أنتِ تلمّيها، وهنا بتعجنيها لا يقل عن ربع ساعة على إيدِك، تمام؟ لو هتستخدمي العجان برضه هتفضلي إن أنتِ تعجنيها لحد ما تدّيكِ القوام ده. ابتديت بقى أجيب رشة كده من الزيت وابتديت أغلف بيها العجينة واحطها في الطبق وهاسيبها تخمر. هنسيبها بقى نغطيها كويس جدًا ونسيبها تخمر، وهنا أنا الكوباية ونُص من اللبن أو الحليب اتفضّل منه حوالي معلقة. فأنتِ برضه بيرجع لحسب الدقيق بتاعِك، شوفي بقى قوام العجينة ده هياخد معاكِ قد إيه سوائل. بعد ما خمرت ابتديت إن أنا أرجع لها، حجمها بيتضاعف معاكِ، بتبتدي بقى إن أنتِ تنزّليها من الطبق وبتبتدي إن أنتِ تقطّعيها قطع صغيّرة. أنا هنا هاعملها في القالب بتاع الcupcake، تمام؟ لو أنتِ هتعمليها فطاير صغيّرة عادية خالص في الصينية، برضه الحجم بيبقى على حسب ما أنتِ عايزة. أنا هنا عاملة كل كورة حوالي 40 جرام، مش عاملاها كبيرة. ابتديت بقى إن أنا أعملهم كلّهم، وزي ما أنتِ شايفة كده وأنا شغّالة باكون مغطية العجين بتاعي بكيسة نضيفة علشان خاطر وش العجينة ما يشققش وينشف معايا. جبت بقى قوالب الcupcake وابتديت إن أنا أدهيها دهنة كده من الزبدة، وممكن تدهنيها بدهنة من السمنة، تمام؟ ورشيت على المفرش كده شوية من الزيت، وابتديت إن أنا آخد حاجة بسيطة خالص كده على إيدي من الزيت، وأبتدي إن أنا أكوّر الفطاير دي، يعني أفردها فردة بسيطة خالص، وابتدي إن أنا ألمّها على بعضها، علشان خاطر تبقى هشة معاكِ من جوّه، والزيت هنا بيساعدِك إن هي بيساعد إن هو يخلّي العجينة بتاعتِك هشة كده معاكِ برضه، بس في نفس الوقت مش عايزين زيت كتير، إحنا عايزين يا دوبك بس كده حاجة بسيطة خالص لا تُذكر على الإيد كده. هنبتدي بقى إن إحنا نعمل العجين بتاعنا كلّه، وبعد ما هاخلّصه هابتدي إن أنا أسيبه إن هو يخمر للمرّة التانية. أول ما حجمه بيتضاعف كده بتبتدي بس، ولازم وهو بيخمر لازم تغطّيه كويس علشان خاطر إيه، برضه تحافظي عليه، تمام؟ أو ممكن تحطيه في الفرن كده، بس الفرن بيكون مطفي طبعًا، علشان خاطر لو مش عايزة تغطيه ولا حاجة، بحيث إن هو حجمه يتضاعف بسرعة معاكِ. بعد كده بعد ما خمر معايا وحجمه تضاعف، ابتديت إن أنا أجيب صفار بيضة وعليها معلقتين كده من الحليب وشوية من الفانيليا، تمام؟ هنا صفار البيضة كان أصفر أوي لأنه كان بيض بلدي ما كانش بيض اللي هو الأحمر. هابتدي بقى إن أنا أدهن الوش بالراحة خالص، وفي نفس الوقت مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180.
قبليها ب10 دقايق. هنبتدي بقى إن إحنا نديها رشة كده من السمسم من فوق، وهنبتدي إن إحنا أول ما يطلع معاكِ من الفرن بتبتدي إن أنتِ تدّي له دهنة كده من الزبدة، لو مش عايزة تدّي له دهنة من الزبدة بتبتدي إن أنتِ تغطّيه علشان خاطر يرُد معاكِ، هو أصلًا ما بياخدش وقت في الفرن، علشان يرُد معاكِ من حرارة الفرن. بعد ما اديته كده رشة من الزبدة أو دهنة من الزبدة، ابتديت إن أنا أسيبه يهدى شوية وطلّعته من القوالب بتاعتي، وابتديت إن أنا برضه في نفس الوقت أول ما ده طلع من الفرن ابتديت إن أنا أحط القالب التاني. طلّعته برضه وعملت فيه نفس الخطوات اللي أنا عملتها مع الcupcake اللي هو ده cupcake فطاير cupcake. بعد كده ابتديت بقى إن أنا أطلّعها، في بيطلع معاكِ بكل سهولة زي ما حضرتِك شايفة كده، وفي بيبقى محتاج إن أنتِ بس تسلّكيه بس منها بحاجة بسيطة. بتبتدي زي ما قُلت لِك تولّعي الفرن على درجة حرارة 180 بتحطيه في الرف الوسطاني ما بياخدش معاكِ كتير، يعني حوالي 10 دقايق ربع ساعة بالكتير أوي، لإن هو صغير، فأول ما بتلاقيه لوّن من الإحراف كده بتبتدي إن أنتِ تولّعي عليه الشواية على طول ياخد لون من فوق. وأنا هنا علشان خاطر الشوكولاتة بتاعتي تبقى سايحة فيه من جوّه، أول ما طلع بقى وابتدى إن هو يهدى كده، ابتديت إن أنا أجيب كيس الحلواني كده والبلبلة بتاعتي، وابتديت إن أنا أحط فيه شوكولاتة من جوّه، شوكولاتة سايحة. طبعًا تقدري تحشيه مربى، تقدري لو أنتِ عايزة تحشيه قبل السِوَى تقدري برضه إن أنتِ تحشيه، عايزة تحشيه بقى جبنة، عايزة تحشيه أي حاجة قبل السِوَى احشيه، بس يُستحسن إن أنتِ المربى تحشيها بعد السِوَى علشان خاطر ممكن يفتح معاكِ في الفرن. زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله تحفة جدًا، جدًا، هش، قطني، كل حاجة زي ما أنتم شايفينها بصراحة، ما شاء الله كان طعمه حلو أوي، أوي برضه. وإحنا قُلنا كده التسوية وقُلنا كل حاجة معانا. وإن شاء الله بإذن الله هاسيب لِك المقادير كلها في صندوق الوصف زي ما أنا استخدمتها النهارده، لو عايزة تضاعفي الكمية هتبتدي إن أنتِ تضاعفي كل الكميات اللي موجودة معانا ما عدا الخميرة، بدل ما هتحطي معلقة كبيرة هتحطي معلقة ونص كبيرة، تمام كده وزي الفل. وعايزة أقول لِك هنا بقى لو أول مرة تشوفي القناة بتاعتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتشيري الفيديو مع حبايبك وصحابك، ولو عجبك الفيديو بتاعي تحطي لايك وتسيبي تعليق من ايديكي الحلوين. ما شاء الله ما فيش أحلى من كده. طبعًا لو عايزة بقى تحفظيه بتبتدي إن أنتِ تحطيه في أكياس وعلى الفريزر على طول زي ما إحنا متعودين، أي معجنات عايزة تحفظيها أول ما بتهدى خالص بتبتدي إن أنتِ تحطيها في أكياس على طول، وبتحطي على قد ما أنتِ محتاجة وبتحطيها على الفريزر. قبل الأكل بنُص ساعة بتبتدي إن أنتِ تطلعيها بتفُك معاكِ على الرخامة وبتبقى كأنها لسه صابحة معاكِ وزي ما يكون لسه عاملاها. أنا هنا كنت حطيتهم خلاص في الأكياس وسِبتهم حوالي كده نُص ساعة أو ساعة برّه على الرخامة قبل ما أحطهم في الفريزر، قبل ما أحطهم قُلت أفتحها وابتدي إن أنا أوريكم برضه شكلها بعد ما بردت كانت عاملة إزاي، لإن أنا اتعاملت معاها معاكم وهي كانت دافية يعني ما كانتش لسه بردت خالص، فدي كانت باردة ما شاء الله زي ما هي محافظة على طراوتها وحلوة جدًا، جدًا. إن شاء الله بقى أشوفكم في وصفة جديدة على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.